أهلا بك يا أسد، وأهلا بمواليد برج الأسد. معانا قراءة منفصلين. هنقرأ فيها طاقة الشريك المبتعد أو الحبيب المنفصل لبرج الأسد. يا أسود يا حلوين يا منورين. هنشوف طاقة شريكك المبتعد أو حبيبك المنفصل عنك، سواء كانت علاقة حبيب خطيب، علاقة يعني جواز، انفصال، اي منفصل، اي شخص هتحط عليه النية ان شاء الله وتستقبل القراءة هيكون بإذن الله الإجابات هتوصل لك. طيب هناخد طاقة الأسد. طاقتك ايه يا أسد؟ طاقة شريكك ايه يا أسد؟ طاقة الأسد. طاقة شريك الأسد. طيب طاقة العلاقة كانت ايه يا أسد؟ علاقتك ايه يا أسد؟ بسم الله. اوكي، مشاعر الأسد، مشاعر الشريك، وشايفك ايه وشايف. طيب اوكي أسد، آه انت في أفضل أحوالك دلوقتي، متصل روحيا بالله، عندك حاجة بتدعي ليها قوة، والحاجة دي ابتديت تشوفها يا أسد، ابتدت تندع وتبان وتظهر. في أنا شايفة طاقة حد بيدعي برجوع هذا الشخص ليه تاني. شايفة طاقة أسد بيدعي يا رب الشخص يرجع لي تاني، عايز رجوع لهذا الشخص تاني. و وشايفة كمان طاقة حنين لهذا الشخص، بتحن له، بيوحشك، نفسك تشوفه أو يرجع لك تاني بأي طريقة، أو تقرب منه أو يقرب منك، أو يحصل ما بينكم أي تواصل. طاقة شريكك في الفترة دي هي طاقته كويسة، متزن، ابتدى يتزن مع عقله وروحه مع بعض. حاسة في التوازن، حاسة ان هو بيمتلك حاجات كتير حلوة في حياته، مفاجآت كتير حلوة في حياته، في حاجات ظهرت له، في اكتر من شيء في حياته حلو الفترة دي. ابتدى يزدهر كده، ابتدى يطمن، يتواصل مع ذاته مع نفسه، عنده مكاسب مادية مالية، عنده اخبار حلوة، عنده اخبار حلوة مفرحاه بسطاه، عنده اخبار عن المال كويسة عاملة له انتعاش نفسي. آه، الشخص ده بيندم على اللي عمله معاك. الشخص ده يا أسد بيندم على اللي عمله معاك. هو كان عارف هو بيعمل ايه معاك بالظبط، كان عارف قد ايه ان هو قد ايه ضايقك او خنق عليك او عصبك او خلاك تسيب العلاقة دي بكل ما فيها وترحل وتسيبه. الشخص ده يا أسد عايزة اقول ان هو كان، يعني عايزة اقول ان هو ما كانتش علاقتكم سيئة ببعض، كانت علاقة فيها بيزنس مع بعض، فيها تواصل في شغل في مكان في سفر، عارف اللي هو كانت علاقة فيها زي مصلحة. آه عارفين اللي تحسوا ان انتوا الاتنين غدرتوا العلاقة وانتوا على علاقة ببعض. حاسة كده، شايفة كده. حاسة ان انتوا لما غدرتوا لكن لسه بتتكلموا عادي مع بعض او لسه بتتواصلوا مع بعض. حاسة كده، شايفة كده، شايفة في طاقة كده قدامي. طيب العلاقة دي شعراها ان انتوا الاتنين بتحاولوا ترجعوا لبعض، لكن بتفكروا في بعض وعايزين ترجعوا لبعض
لكن في حاجات كبيرة بتمنعكم. في مثلا مشكلة مادية مالية، في مشكلة بتعوقوا ان انتوا ترجعوا لبعض. طيب، مشاعره ايه تجاهك؟ وشايفك ايه؟ هو مشاعره ان انت يعني بالظبط كده حياته من غيرك ملهاش معنى. مهما كانت حياته فيها حاجات حلوة، لكن حياته من غيرك ملهاش معنى. آه، حاسس ان هو اتغير كتير قوي، وان هو هيقدر لو كان في بينكم تواصل تاني هيكون افضل مما كنت تتخيل. كل اللي كان بيعاملك بيه زمان هيتغير كتير. شاعر خلاص انك انت كمان اتغيرت، ان انت ليك علاقات، ليك ناس في حياتك، ليك اتجاهات تانية، بقيت مركز في حياتك اكتر. شايفك بتمشي من العلاقة كمان، يعني هو شايفك ان انت كحنين العلاقة ما بينكو او زواج او علاقة جسد او علاقة روح او كده، في حنين. لكن من ناحية الطموح والتطلعات والحاجات اللي بتهم الاسد والظهور، لا، الاسد مش متشجع خالص يرجع للعلاقة تاني. طيب، مشاعر الاسد اتجاه العلاقة دي ايه؟ مشاعر الاسد حاسس ان دي العدالة بتاعته. الاسد شاعر بعدالة، شاعر ان هو ده اللي حصل، ده كان من مصلحته. لسه في حنين، لسه في حب، لسه في بحن لك، لسه في بشتاق لك، لسه في عايزك. لكن شاعر ان في توازن حصل للاسد، في حاجة وزنت حياة الاسد لما بعد عن هذه العلاقة وبعد عن الشخص ده. في ولادة شيء في حياة الاسد جميلة، في ظهور شيء حلو، في تمكن من طاقة الأسد، من طاقة الإبداع عند الأسد. لقى نفسه، لقى حياته، لقى الشيء اللي كان بيدور عليه، بقى واخد حريته، واخد حريته، حاسس بالحرية، شاعر بالحرية. طيب، أوكي. شايفك مهتم بالمال قوي يا أسد. هو شايف إن المال يعني واخد شق كبير جدا من حياتك. طيب، رسالة من قلب حبيبك ليك يا أسد. بيقول لك أنا كنت أعرف، آه، أنا كنت مشتت عن آلامك. يعني أنا كنت بشوف آلامك، لكن ما كنتش بفهم آلامك، ما كنتش عارف إن أنا بألمك، ما كنتش واخد بالي. أنا كنت بتعامل وعارف إنك هتتحملني وخلاص، يعني أنت شريكي وهتتحملني، حبيبي وهتتحملني، لكن ما أعرفش إن أنا كنت بألمك للدرجة دي. لو أنا عايزة أقول لك، آه أنا عايز يعني عايز أقرب منك تاني. أنا أصبحت شخص أفضل بكتير من الشخص اللي أنت تعرفه زمان، بكتير. أنا عاوزك، أنا أريدك، أنا أريد التواصل معاك. الشخص ده لسه بيحبك جدا، وحاسس إنه مش قادر يعيش من غيرك. طيب، هل في تواصل تاني ما بين الأسد وما بين شريكه؟ هناخد هل في تواصل، هل في تواصل ما بين الأسد وما بين شريك الأسد؟ لسه العلاقة ما بينك يا أسد وما بين الشريك ده، يعني مش عارفين اللي هو الحب ممكن يجي، الحنين موجود، الحنين موجود، لكن شعر ان الفترة دي فعلا مفيش لسه تواصل. ممكن تواصل كلام، ممكن اتصال، لكن رجوع. طيب، عندي طاقة، هقول لكم على حاجة. أنا عندي طاقة حد بيرجع بجد الآن، يعني الفترة اللي احنا فيها دي في فعلا طاقة جواز.
رجوع من علاقة لجواز. لو في منكم حد كان منفصل ولسه ما اتجوزش فهيحصل جواز الفترة دي. الأسد اللي بيسمعني اللي كانت علاقة خطوبة أو يعني كانت في علاقة في مشروع جواز مكملش، هيرجع له وهيحصل جواز الفترة اللي احنا فيها دي. لكن اللي كانت علاقة طلاق أو انفصال كبير، لسه مش الفترة دي، حقيقي مش الفترة دي. اللي محتاجة يا جماعة قراءة خاصة تفصيلية عن الشريك بتاعه وعن العلاقة تفصيلية، ممكن يتواصل معايا في النمرة موجودة في البايو، ويحجز قراءة خاصة بتكون قراءة مفصلة عن الشخص وعن مشاعره وعن خطوته وعن وجوده في حياتك ليك انت بشكل شخصي. لكن احنا هنا بنقرا طاقة عامة، انت بتحط النية وبتاخد الإجابات اللي بتنطبق معاك. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا أسد، ويكون استفدت ووصل لك معلومات. وإن شاء الله انتظر مني القراءات الأخرى بإذن الله. أتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش لسه مشترك، علشان يوصلك كل جديد من قراءات الشهر. شكرا ليك يا أسد.